السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حلقة وجمال في الشغل، وبيدخل اتنين، واحد ومراته بيقولوله في حجز باسم محسن عبد الدايم، ومراته قالت له حاجزين أوضة 207. وعم مينا بقى بيفتح الدرج بتاعه وبيطلع العروسة القماش اللي شفناها قبل كده معاه، وبيمسكها في ايده وبيبصلها، وبعد كده الكاميرا بتروح عنه. وبعد شوية جمال واقف مع سارة في الريسبشن وبيقول لها الناس اللي دخلوا الأوضة 207 ما اتصلوش لغاية دلوقتي. قالت له مش شرط، ممكن يقعدوا يوم أو اتنين عادي. لكن وقتها التليفون بيرن وبيرد جمال عليه وبيطلع من الأوضة، والراجل بيقوله إن التلفزيون كان شغال وفجأة فصل ومش راضي يشتغل تاني. جمال قرب كده من التلفزيون وبص في الشاشة، قام شغال فجأة. محسن قال له عفارم عليك. قال له جمال أنا ما لمستوش أصلا. قال له محسن عموما أنا هجربه، ولو حصل أي حاجة هكلمك تاني. نزل جمال وسارة قالت له كان في ايه؟ قال لها التلفزيون ما كانش شغال. قالت له احنا ما عندناش تلفزيونات في الأوض أصلا. قال لها أوضة 207 بقى فيها تلفزيون. ونروح للتلفزيون وهو شغال وأطفال بيغنوا، والمدرسة بتاعتهم قاعدة قدامهم ومدية ظهرها للمشاهدين. ولما محسن ومراته قاموا من قدام التلفزيون لفت وشها للكاميرا وطلعت هي العفريتة بتاعت الأوضة جوه التلفزيون. وبعد شوية سكان الأوضة خارجين علشان يتفسحوا، ومحسن قال لواحدة من الروم سيرفيس بعد إذنك ادخلي نضفي الأوضة واحنا برا. والبنت اتخضت كده وقالت له حاضر، وراحت لعم مينا وقالت له، وراح معاها وفعلا نضفوا الأوضة. وبص على اللوحة اللي على الحيطة لقى فيها صورة بنت صغيرة مخضوضة شوية قاعدة على الأرض، واشتغل التلفزيون لوحده ووقف قدامه سرحان ثواني. ولما خلصوا تنظيف خرج معاهم على طول. وجمال كان عزم سارة على العشاء في مطعم، وقالت له المكان ده شكله غالي قوي، فطلبت 2 عصير برتقان بس، وقالت له نبقى ناكل برا سندوتشات لما نخلص كلامنا. وقبل ما يبدأوا كلام دخل 2 وواحد وواحدة، ومجرد ان سارة شافتهم اتخضت وقامت جري ومشيت على طول، وجمال راح وراها. ونرجع بقى لمحسن ومراته لما قامت من جنبه وقالت له دقيقة وجايالك. التلفزيون وقتها اشتغل وظهرت مراته واقفة في الحمام قدام الحوض، وبعد شوية ظهرت تاني وهي بتصب كاسين وبتحط حاجة في قلب كاس منهم. وبعدها رجعت له وقالت له اتأخرت عليك، بس هو وقف متنح ومعرفش ينطق. والكاميرا بعد كده راحت عند جمال، ومحسن نازل وطلب منه يولع له، وقال له بقولك ايه، لو واحدة مخبية عليك حاجة وانت عايز تعرفها تعمل ايه؟ قال له جمال مفيش حاجة بتستخبى. طفى محسن السيجارة وقال لجمال بكرة الصبح عايزك تعدي عليا في الأوضة، التلفزيون رجع يعملها تاني. تصبح على خير. فينا بقى تاني يوم الصبح وجمال طلع عند محسن وقال له كان شغال عادي، بس بقى بيفصل ويشتغل تاني لوحده ويجيب حاجات غريبة. قال له جمال حاجات غريبة ازاي يعني؟ قال له حاجات غريبة وخلاص. ومراته خرجت قال لها بنبرة حادة كده كل ده بتجهزي؟ هستناكي كتير كده يعني؟ قالت له انا جهزت اهو خلاص. وبص لجمال وقال له شوف ماله، ولو ما تصلحش غيره وهاتلي واحد تاني. وخرج هو ومراته. وجمال بص للتلفزيون لقى اشتغل، وجايب الراجل اللي كان دخل المطعم وسارة وهم قاعدين على البحر وبتنتش منه السيجارة زي ما عملت معاه، وبتقول له مش اتفقنا انك هتبطلها؟ لو بتحبني يبقى تبطلها. الله حاضر هبطلها. وبص على اللوحة اللي في الأوضة ولقى صورة الراجل ده ومولع سيجار. حتى عم مينا بيفتكر الموقف اللي كان شافه في التلفزيون وما كناش شفناه وقت تنظيف الأوضة اللي كان بيتخانق فيه مع مراته بسبب انه بيشرب، وفضل واقف حزين. محسن ومراته راجعين بقى من بره وبيزعق لها وعمالة تقول له انت فيك ايه؟ قال لها مفيش حاجة، انا مصدع تعبان عادي يعني. قالت له خلاص انا هسيبك لحد ما تهدى، اجيب لك حاجة تشربها؟ قال لها لا، انا ولا عايز اشرب ولا اكل اي حاجة من ايدك. ومشي وسابها، والتلفزيون اشتغل تاني قدامها. ولقيت محسن بيفتح شقة غريبة وداخل عند واحدة وشكله متجوزها. وسارة بتقول لجمال انا عايزة اعتذر لك على اللي حصل امبارح. قال لها ما حصلش حاجة. قالت لا حصل، انا بوظت لك اليوم وان شاء الله ممكن نعوضها في يوم تاني.
قال لها حاضر هشوف كده وابقى اقولك. دخل جمال اوضته ولقى العفريتة قاعدة مستنياه وقالت له ايه، ما وحشتكش؟ قال لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت له انا عارفة انك عايز تكمل اللي شفته. وقامت واخدته الأوضة في غمضة عين وفرجته على التلفزيون، وشاف مواقف المفروض انها من الماضي بتاع السهرة مع الراجل اللي كان دخل المطعم وطلع اسمه عمر، واللي كان سابها علشان واحدة غيرها. وفي آخر الفيديو ظهرت الست التانية دي وهي بتقع من فوق بيت على عربية، وسارة نازلة بكل برود أعصاب وعدت من جنبها، وواضح إن هي اللي رمتها من فوق. قالت له العفريتة كفاية كده علشان القعدة قدام التلفزيون كتير متعبة. وقالت له ايه رأيك في الفيلم؟ قال لها كذب، كل اللي شفته ده كذب. قالت له خلاص ابقى اسألها، بس هي كمان هتسألك وهتبقى عايزة تعرف ايه سبب طلاقكم وكنت بتعمل ايه وانت متجوز. اسيبك بقى دلوقتي عشان ترتاح. وبيفوق ويلاقي نفسه واقف في قلب اوضته تاني. اما بقى محسن اللي لسه راجع من بره ومراته بتقول له كنت فين؟ قال لها كنت بتمشى شوية. قالت له يعني ما كنتش عندها؟ قال لها يا مين دي؟ قالت له هند السكرتيرة اللي لما كنت بتسيبني كنت بتروح لها على طول. قال لها انا مش فايق للجنان بتاعك ده، ولو عايزة تتخانقي اجلي الخناقة دي للصبح. ودخل اوضته وقفل عليه. وفعلا الصبح بيتخانقوا والموظفين كلهم اتلموا حواليهم، وبتقول له رايح لها دلوقتي عشان وحشتك. وفضلوا يزعقوا بالبعض. وسارة خدت نادية وجمال خد محسن. ونادية قالت لسارة انا شفته وهو بيخوني. قالت لها شفتيه فين؟ قالت لها في التلفزيون. وقال محسن لجمال وعم مينا تخيلوا انها عايزة تقتلني علشان تورثني. قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له ده اللي انا شفته. عم مينا فهم وقام جري، وجمال قال له شفت ايه بالظبط بقى؟ لكن عم مينا طلع الأوضة ومسك الطفاية وكان هيحدفها لسه في وش التلفزيون. اتفتح وظهرت بنته وهي بتعدي الطريق وقال لها حسبي حسبي يا ميري. وقامت العربية خبطاها وقعت على الأرض سايحة في دمها. وقف عم مينا يعيط ولقى حد بيخبط على كتفه. لف ولقى واحدة شكلها يخوف قوي وقالت له شفت يا بابا؟ شفت انت عملت فيا ايه؟ زق ايديها وقال ميري، وقام واخد بعضه وجاري برا الأوضة، والأوضة اتقفلت وراه. أما محسن ونادية بقى جمال اقترح عليهم إنهم ينقلوا أوضة تانية. قالت نادية لأ، أنا عايزة أفضل في نفس الأوضة. ومحسن كمان قال أنا هفضل في نفس الأوضة لحد ما كل حاجة تبان. ونروح لسارة وهي بتنادي على جمال وبتقوله شفت ايه في التلفزيون؟ نادية حكيت لي على كل حاجة. قال لها شفت عمر وشفت اللي حصل للبنى. سارة سكتت وما عرفتش ترد، وجمال سابها ومشي. أما عم مينا بيتصل بالتليفون وبنته بترد عليه وبيقفل السكة من غير ما يقول ولا كلمة. سأله جمال كنت بتكلم مين؟ قال له دي بنت ميري. قال له أنا أول مرة أعرف إنك متجوز. قال له أنا كنت بعمل كل حاجة، وكل لما أوصل لحاجة أحس إن ده مش كفاية، لحد ما بدأت أشرب. أول كاس حسيت إني ارتحت، بس مش عارف آخرة الطريق ده إيه. وقتها بنتي سابتني ومشيت، وبيظهر قدامه العروسة اللعبة القماش اللي محتفظ بيها في درج المكتب عنده على طول. وطلعت بتاعت بنته، ودي آخر مرة كان شافها فيها وهي ماشية. محسن بقى راح لنادية وقال لها ايه ما اشتغلش؟ قالت له ما اشتغلش. قعد جنبها وولع السيجارة وبص للتلفزيون. وقتها اشتغل وظهر فيديو محسن بيقول لنادية هقتلك، وعمال يضرب فيها وقام ضربها بسكينة في رقبتها. وبعدها الموظفين كلهم واقفين قدام الأوضة وبيخبطوا على الباب وبيقولوا له افتح. ولما جمال وصل قالوا له انهم بيتخانقوا ولازم نلحقهم قبل ما يعملوا في نفسهم حاجة. فتح جمال الباب من مفتاح معاه ودخل وقال له أنا آسف إني فتحت، لكن كان صوتكم عالي جدا. خرج محسن وسابهم، وجمال راح عند التلفزيون وشاله وكان تقيل جدا وخرج بيه برا الأوضة. وفضلت نادية تعيط، وظهر بنت تخينة كده في اللوحة اللي في الأوضة واقفة وزعلانة، واصحابها بيشاوروا عليها في المدرسة، ومن الواضح إنهم بيتنمروا عليها. جمال بقى خد التلفزيون لتحت عند الست عبير في المطبخ وقال لها لما بتاع الزبالة يجي خليه ياخده ويمشي. والتلفزيون وقتها اشتغل، والست عبير اتخضت لما شافت نفسها
وهي واقفة في المدرسة والعيال قاعدين يقولوا عليها التخينة اهي اهي. فضلت تعيط بحرقة، ولما سارة دخلت وشافتها قالت لها في ايه، وبصت لقيت التلفزيون، راحت رميها على الأرض وأخدتها في حضنها وطبطبت عليها. أما بقى جمال وسارة واقفين مع بعض على البحر بعدها، وبيقول لها كل واحد فينا عنده حاجة مخبيها، حتى أنا، وأنا ماليش إن أحاسبك في أي حاجة فاتت. قالت له بس أنا لازم أحكي لك. أيوة أنا كنت بحبه، بس هو كان بيضحك عليا وكان دايما يطلب مني فلوس، وأنا كنت ببقى فرحانة وأنا بديها له، لحد ما اللي معايا خلص سابني وقتها وراح لغيري. قال لها طب ولبنى؟ قالت له لبنى كانت صاحبتي جدا لحد ما عرفته، ولما سابها حاولت أمنعها، لكن هي فلتت مني ورمت نفسها من البلكونة. ويجي بقى موظف من الأوتيل بيشيل التلفزيون وشاشته مكسورة من الوقعة وبيحطه بره في صندوق الزبالة، لكن التلفزيون بيشتغل في الصندوق. ونرجع لنادية والتلفزيون بتاعها برضه شغال ومتصلح، وبتتفرج على محسن وهو داخل محل ورد وبيعمل بوكيه. وبعد كده دخل البيت عندها وهو شايل الورد ومخبي فيه مسدس، وطلع المسدس وضربها طلقة بيه. اتخضت جدا من المشهد ودخلت المطبخ علشان تجيب سكينة ورفعتها على محسن لما لقته دخل الشقة. وبعد كده بيظهر محسن في نفس المشهد اللي كان شافه في التلفزيون وهو بيقتل نادية، بس المرة دي جمال وسارة بيلحقوهم، ومحسن بيقول كانت جايبة السكينة علشان تقتلني، علشان عايزة تورثني. جمال بص للتلفزيون وقال ايه اللي جابه هنا، وشاله رماه وقال لهم بقول لكم ايه انتوا الاتنين هتسيبوا الأوضة دي حالا دلوقتي. وبعدها جمال قاعد مع سارة وبيحكي لها تاريخ حياته اللي مش عارف ينساه وندمان عليه. وكمان عم مينا قاعد مع محسن ونادية وبيحكي لهم عن الأوضة، وقال لهم مش كل اللي دخلها خرج منها سليم، ومش كل اللي شفتوه في التلفزيون كده. قال محسن لنادية أنا آسف، اللي حصل بيني وبين هند كان غصب عني. وسارة قامت وسابت جمال بعد اللي سمعته، ونادية ومحسن قاموا الاتنين وكل واحد ركب عربية مختلفة وافترقوا. خرج جمال برا الأوتيل وبعد شوية رجع ودخل عند عم مينا وقال له معايا حد عايز يشوفك. قال له خليه يتفضل. اتفاجئ عم مينا ان ميري بنته داخله عليه وقالت له ازيك يا بابا. دمع عم مينا من الفرحة وقال لبنته وحشتيني جدا. وكمان جمال فاجئه بطفلة صغيرة اسمها كريستين على اسم مراته وهي بنت بنته. بص عم مينا لبنته وقال لها سامحيني، وفتح درج المكتب وطلع العروسة القماش اللي كان محتفظ بيها من سنين واداها لكريستين حفيدته. وبعدها نروح للأوضة والتلفزيون بيشتغل وبيظهر جمال في التلفزيون وبيقول جه الوقت اللي لازم نتحاسب فيه. لايك بقى للفيديو والسلام ختام.